النهارده 6 ذو الحجة. الأيام دي أحلى 10 أيام في الدنيا. كل اللي عنده أمنيات وعنده أحلام حقيقي يكتبها في ورقة، ويجي يوم عرفة بعد صلاة العصر على طول يلتزم القبلة كده ويصلي ويدعي، وكل شوية يصلي ركعتين لحد أذان المغرب، وهكذا، ونفضل ندعي. كل اللي عنده أحلام يقولها وأمنيات يطلبها، وربنا ان شاء الله هيحقق لنا مطلبنا كلنا. يا رب ارزقني بحجه تاني، يا رب ارزقني حجه تاني، والسنه الجايه ابقى واقفه كده على جبل عرفات حجه المره الجايه يا رب بكل ابويا، حجه من بتاع المخيمات ده اللي هو البس الاي دي بقى كده وابقى سلام، غير المرمطه اللي انا كنت فيها السنه اللي فاتت انا واصحابي. الله يرزقنا حجه يا رب، زياره بيت الله الحرام، حج وعمره مرات ومرات عديده يا رب، اللهم امين. انا وكل مشتاق. المهم عندي وقفة عرفة ان شاء الله، هنعمل اطعام كبير قوي، يعني لحد الان شغالة على 100 اسرة، يمكن يبقى اكتر، فقلت اجهز 30 في 30 في 30 لحد ما هوزع قبل عرفة بيوم ان شاء الله. المهم عايزة اقول حاجة بجد، احنا كلنا بنغلط في حق بعض، وكلنا عندنا غلطات، ما احنا مش ملايكة يعني، وكلنا بنزعل بعض، بس اوعى الزعل تزعل اللي قدامك لدرجة ان في الايام المفترجة ديت تحاسبن عليهم. الناس السليطة اللسان، الناس الوحشة المؤذية اللي بتقول كلام وحش للي قدامها، وتبقى فرحانة وفخورة ان هي جرحت اللي قدامها وهانت اللي قدامها والكلام دوت. ابدا قلة الادب واللسان الزفر عمره ما كان انتصار. عارفة الانتصار ايه؟ او عارف الانتصار ايه؟ ان نبقى في الايام الحلوه ديت والايام المباركه ديت وانا اقول فوضت امري لله وحسبنا. الانتصار بجد والله ان افوض امري لله، وابقى في الايام المباركه ديت اقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في اي حد ظلمني، واي حد ضايقني، واي حد بكاني، واي حد خد حقي، واي حد عملت معاه جميل ونكره او ما حطهوش فوق راسه، او اي حد استغلني في الايام المباركه دي. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، وهفضل احاسبنها كل يوم بحاسبنها، حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي اذاني وكل اللي ضايقني. احنا بنغلط في حق بعض كتير، بس ما توصلش الغلط ان اللي قدامك يحاسبن عليك، عشان الحسبانه صعبه قوي، وربنا يرد حقي وحقكم عدل قدام عينيكم. حسبي الله ونعم الوكيل.